ايه اللي انت ما تعرفوش عن الشيخ محمد رفعت الصوت المعجزة؟ اتولد يوم 9 مايو سنة 1882 بالقاهرة القديمة، وكان وجهه جميل وعيونه واسعة. طبعا كان وجهه منور على طول لانه بيحفظ في كتاب الله من وهو طفل صغير. وفي واحدة جارته شافتهم وهو عنده سنتين، فقالت لوالدته عيون ابنك زي عيون الملوك. من بعدها على طول اصيب بالعمى وفقد بصره بالكامل، ويمكن ده يكون امر الهي علشان يكون من اهل القرآن. وبالفعل حفظ القرآن بالكامل وهو عمره 5 سنين بمسجد فاضل باشا الموجود في السيدة زينب، وهو اللي فتح اذاعة القرآن الكريم. ومن حلاوة صوته واسلوبه الفريد المميز، في اذاعة بريطانية طلبت منه تسجيل القرآن بالكامل بصوته. ولما اشترى المقبرة اللي هيدفن فيها، فضل لمدة 2 سنين كل اسبوع يروح يقرأ قرآن في المقبرة. بس في سنة 1943 اصيب بمرض سرطان الحنجرة، ووقتها ملوك ورؤساء العالم الاسلامي طلبوا منه اللي هم يتكفلوا بعلاجه لكنه رفض. ومن الصدف الغريبة ان هو مات نفس يوم ميلاده 9 مايو سنة 1950. ربنا يرحمه يا رب، صوته في كل بيوت المسلمين. ما تنساش تصلي على سيدنا محمد، ولو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناة.